ليش الشيطان لما عصى رب العالمين ما غفر له، وليش آدم غفر له رب العالمين لما عصى؟ أولا أنه الشيطان ما طلب المغفرة، لازم تعرف هذا الشيء. وثانيا النبي آدم عليه السلام ما عصى رب العالمين بالمعصية اللي أنت تعرفها، لأن الأنبياء ما يغلطون أصلا، الأنبياء كلهم معصومين عن الذنوب والخطأ. فهمت الفكرة؟ يعني آدم عليه السلام من أكل من الشجرة اللي كانت موجودة بالجنة اللي الله قال له لا تأكل منها، كان لازم يأكل منها حتى ينزل للأرض وننولد إحنا، لأن هذا أمر من رب العالمين. فالنبي آدم عليه السلام تقدر تقول سوى معصية لأجل الطاعة، يعني بالأصل طاعة لله مو معصية، يعني عصى رب العالمين حتى يطيعه. شو بعرف شلون أفهمك؟ رب العالمين كان رايد هذا الشيء يصير وراد من آدم يسويه، وآدم عليه السلام كان يدري إنه ما يصير يأكل من هاي الشجرة وتقصد أكل من